مرحبا يا شيخ شحال. يا مرحبا، أهلا وسهلا أخي. نعم. الله يحييك. قطع الصوت سيدي. اي واخفض الصوت طول عمرك. بخصوص صلاة التراويح هني. احنا نجمع المغرب مع العشاء بعد الفطور. نعم. هل نصلي تراويح ولا لا؟ سقطت عنكم، تسقط عنكم. أصلا صلاة التراويح عبارة عن نافلة حتى للمقيم. نبي عليه الصلاة والسلام يا أخي سعيد كان إذا جمع يسقط النوافل إلا الوتر وسنة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يسقط كل النوافل إلا الوتر وسنة الفجر. فالمسافر أنت جمعت المغرب والعشاء وقمت بالجمع لعلة السفر مع أن قصرت الصلاة، فإذا أنت أردت الإكمال تصلي التراويح لا والله كمل الصلاة، الفرض أولى. فلهذا من جمع وقصر أصلا والمسافر تسقط عنه التراويح ولا تراويح له. علمت؟ بس احنا مستقرين الحين تقريبا، دائما متغيرة الأوقات على حسب ظروف العمل اللي هنا عندنا. إذا جمعت وقصرت لأنك في عمل ليه كيف شو طبيعة عملك هذه؟ احنا المجاهدين. ها؟ من الجيش من الإمارات. الجيش. ما شاء الله ينصركم، قولوا آمين. آمين إن شاء الله. المجاهد لو يعني أنت في رباط، أنت ما تقوم به أفضل مما نحن نقوم فيه صلاة التراويح. أنت في رباط وفي جهاد، وأنت ما تقوم به وقفة واحدة عندك في عين تسهر في سبيل الله أفضل من عيوننا، وإن كانت تبكي ربما من خشية الله. نحن نقف آمنين نصلي وأنت تقف تحمل السلاح خائف من عدوك. علمت؟ فصلاة التراويح مسقوطة عنكم، مسقوطة عنكم. أنتم في ساحات الوغى، بل أنه في أصل المعركة بعض أهل العلم رحمه الله قالوا يسقط عنهم الصيام لأنه أقوى لهم. الذين في ساحات المعركة والوغى يسقط عنهم الصيام لأنه أقوى لهم الأكل والطعام والشراب. فلهذا لا صلاة تراويح عليكم، ولو جمعتم وقصرتم تسقط عنكم أصلا تراويح. حتى أنتم لو لم تجمعوا وتقصروا التراويح سقطت عنكم. نعم والله أعلم. جزاك الله خير. الله ينصركم. السحور. نعم. آمين إن شاء الله. بخصوص السحور نكون شايلين سحورنا معانا، ما نسمع الأذان من كثر العمل أو شيء. نعم. وما ننتبه للوقت. نعم. حرز الوقت. وطبعا يكون ما مستحيل، ما في مثلا أي ساعة يأذن؟ أي ساعة يأذن عندكم؟ هنا يأذن عندنا الساعة 4 و15 دقيقة على توقيت اليمن. توقيت اليمن. أنت ما عندك منبه ساعة؟ دع سمع الأذان. لكن دع سمع الأذان. يعني ننبه. أيوة. المنبه ينزل هذه المنزلة خلاص إنه دخل الوقت. الله يرحمك. آمين. شكرا سيدي. الله يوفقك. شكرا لك. الله يوفقك وينصركم إن شاء الله. مرحبا. شوف العبرة يجاهد ويقاتل ويسأل عن التراويح. حنا وين وهمتهم وين؟ والله العظيم أحرجني. أنا انحرجت لما سألته أنت وش طبيعة عملك؟ أنا ظنيت يقول لي بترول كذا، لما قال مجاهد عسكري استحيت. يعني أنا أجيبه وأنا أجلس على كرسي تكييف ومكيف وقدم على قدم وتفضل وش، والله أنا جندي، أنا استحيت خجلت. مجاهد ويحمل السلاح بين صوت رصاص وقتل ودم ويسأل عن حكم التراويح. يسأل عن حكم التراويح. أسأل الله أن ينصرهم، قولوا آمين، وأن يسدد رميهم، وأسأل الله عز وجل شانه أن يردهم إلينا سالمين غانمين. وأسأل الله عز وجل من أراد بهم سوءا أن يشغله بنفسه ويجعل كيده في نحره. ونسأل الله عز وجل شانه أن ينتقم من كل خائن غدر بالأمة وبالإسلام. وأسأل الله عز وجل شانه أن يرد أبناءنا إلى دولة الإمارات ردا جميلا، وأن ينصرهم على من عاداهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحرجني والله العظيم حتى ما لي كلام أن أكمل البرنامج. مجاهد يسأل عن حكم التراويح. نعم. من معي؟